ما تبقى من ثقافة الدولة، ما تبقى من تونس. شكرا لك، أنا أشكرك. نعم، أشكرك أستاذة أمال العدواني الكاتبة الصحفية من تونس، شكرا لك. ينضم إلينا الآن أستاذ نور الدين المباركي، صحفي ومحلل سياسي من تونس. أستاذ نور الدين، بعد التحية، يعني كيف قرأت مشهد تسليم حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة لمهامها من حكومة الصيد، وأهم الكلمات لرئيس الوزراء السابق حبيب الصيد وأيضا ليوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديد؟ نعم، هو في الحقيقة قبل ذلك أريد أن أقدم معلومة أنه بالتزامن مع عملية تسليم السلطة في دار الضيافة بقرطاج هناك عملية إرهابية منذ قليل بجبل القصرين، وإلى حد الآن المعطيات تقول أنه هناك يعني استشهاد 3 جنود تونسيين. هذه العملية في جبل القصرين، وهي تعرف بأنها إحدى معاقل تنظيم القاعدة، واعتقد انه ليس صدفه ان تتم العمليه بهذا التزامن، رغم ان المعلومات الاوليه تقول انه هناك وحده عسكريه توغلت في الجبل في اطار التمشيط العادي فانفجرت قذيفه. يعني هذا ربما ما يؤكد انه الملف الارهاب والملف الامني ما زال في تونس احد الاولويات، رغم يعني التقدم الذي تحقق خلال المده الاخيره، وخاصه القدره على تفكيك هذه المجموعات. في علاقه بسؤالك، طبعا اعتقد انه سمعت كلمتين، كلمه السيد حبيب الصيد الرئيس السابق، رئيس الحكومه السابق، والسيد يوسف الشاهد. بالنسبه للسيد حبيب الصيد في الحقيقه هو دافع عن حكومته، دافع عن انجازات حكومته، واكثر من ذلك هو تعرض الى الاسباب الموضوعيه التي ربما جعلت حكومته لا تتقدم في بعض الملفات، من ذلك الملف الاقتصادي وايضا ملف الفساد. وربما ما كان لافتا في كلمه السيد حبيب الصيد هو انه اعتبر ان وثيقه قرطاج، وهي التي تعتبر يعني القاعده الاساسيه لحكومه الوحده الوطنيه، مضمون هذه الوثيقه موجوده في برنامج كانت ضبطته حكومته من 2016 الى 2020، واعتقد انه طبيعي جدا ان يدافع السيد السيد عن يعني حكومته. السيد يوسف الشاهد تحدث عن الاستمرارية وتحدث ايضا عن الصعوبات، وهو كان عضو في فريق حكومه السيد حبيب الصيد. عموما ما استطيع ان اقوله ان هناك اليوم تونس صارت عندنا بعض التقاليد في استلام وتسلم السلطه، هذه ليست اول مره، كانت هناك تسليم واستلام السلطه بين السيد البيجي قائد السرسي والسيد حماد جبالي، ثم بعد ذلك بين السيد حماد جبالي والسيد علي العريض، ثم بعد ذلك بين السيد علي العريض والسيد مهدي جمعه، ثم بعد ذلك بين السيد مهدي جمعه وحبيب الصيد. يعني هذه اصبحت تقاليد في تونس، هو انتقال السلطه بشكل سلمي وبشكل سلس، الاساس هو استمرار مؤسسات الدولة في عملها. نعم. طيب أستاذ نور الدين، يعني تونس شهدت أكثر من رئيس للحكومة خلال أقل من 6 سنوات، هل تعتقد بأن الشاهد قادر هو وحكومته على النهوض بالاقتصاد وإيجاد فرص عمل للشباب وتخفيض المديونية، وهذه كانت من ضمن الصعوبات التي تواجه حكومة حبيب الصيد؟ بالضبط، هذه في الحقيقة التحديات الحقيقية لحكومة السيد يوسف الشاهد. هو تقدم بخطاب ضمنه بعض التفاؤل رغم يعني سوداوية الأرقام التي قدمها، لكن أعتقد أنه هذه يعني ربما ستكون نقطة الاختبار الحقيقية لحكومة السيد يوسف الشاهد خلال الفترة القادمة، وخاصة ستكون النقطة التي على أساس سيتم التقدم. أعتقد أنه هناك أسباب موضوعية تجعل أن القدرة على إيجاد مخارج لهذه الأزمة الاقتصادية في فترة قليلة مسألة صعبة جدا. اليوم لدينا العديد من قطاعات الإنتاج الكبرى في تونس معطلة، وعودتها الإنتاج لا يمكن أن تكون في ظرف أسبوع أو شهر أو شهرين. إذا ذلك أن هناك نوع من المناخ الاجتماعي الذي تميز في فترة معينة بنوع من التجاذب والتوتر، خاصة الاعتصامات غير القانونية. اليوم يجب أن نمر أولا في إيجاد مناخ اجتماعي سليم عنوانه الكبير إعلاء قيمة العمل، وأيضا تجسيد مفهوم الوحدة الوطنية. مفهوم الوحدة الوطنية وهو عنوان هذه الحكومة الحقيقة يجب أن يتجسد أيضا ميدانيا من خلال الدفع في اتجاه يعني إيجاد حلول لهذه الأزمة. حكومة السيد يوسف الشاهد لديها قدمت عناوين برنامجها، وهذا إيجابي. أكدت أن أولوياتها تتعلق بالاقتصاد والفساد والتنمية والمسائل الأمنية، لكن أيضا يجب أن ننتظر بعض الوقت لنرى كيف سيتمكن السيد يوسف الشاهد من إيجاد حلول، وخاصة الآليات التي سيعتمدها. طبعا كتونسي أتمنى أن يجد هذه المخارج، لأن كل التونسيين يأملون في الاستقرار، كل التونسيين يأملون أن تكون تونس يعني أفضل مما هي عليه الآن، ولكن المسألة ليست مجرد أمنيات وليس مجرد إرادة، إنما أساسا آليات عمل وخطط عمل.
نعم. طيب أستاذ نور الدين، بعض الصحف التونسية كانت تتحدث بأنه كان هناك انتقادات لاذعة لحكومة الشاهد حتى قبل حصولها على ثقة البرلمان. هل تعتقد بأنه يوسف الشاهد نجح في إجبار بعض الكتل السياسية على التراجع عن تهديداتها بالانسحاب من الحكومة وعدم التصويت لها مثل حزب آفاق تونس ونداء تونس؟ بالضبط. هو في الحقيقة السيد يوسف الشاهد تمكن من توسيع قاعدة مشاركة الأحزاب السياسية. نعم، وهذا الأمر يحسب له، أليس كذلك؟ بالضبط. هو في الحقيقة تمكن من توسيع قاعدة